هذه إذاعة إرنا. المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 11 من نوفمبر. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار. وضمن متابعاتنا الأسبوعية لتطورات الأحداث في الإقليم وفي إثيوبيا بشكل خاص، نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، ونخصص حلقة اليوم لمتابعة ردود الأفعال الإريترية حول تطورات الأحداث في إثيوبيا بعد إعلان الحرب في 4 من الشهر الجاري من قبل الحكومة الفيدرالية ضد الحكومة الإقليمية لإقليم تيغراي. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. رئيس الوزراء الإثيوبي يجري تعديلات وزارية مهمة في حكومته. تطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا. رواية للروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن تفوز بجائزة الرواية العربية المترجمة إلى اللغة الفرنسية. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في خضم الحرب التي يشنها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ضد ما سماه بجماعة تيغراي الخارجة عن القانون، أجرى تعديلات وزارية مهمة قام بموجبها بتعيين نائب رئيس هيئة الأركان العامة برهان جولة في منصب القائد العام لأركان الجيش خلفا للجنرال آدم محمد. كما عين نائب رئيس الوزراء دماقي مكنن وزيرا للخارجية خلفا للوزير الأول جدو أندركاتشو. وأخيرا تم تعيين حاكم إقليم الأمهرة تمسجن ترهوني كرئيس لجهاز الأمن والاستخبارات. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد ألقى خطابا حدد فيه أسباب شن الحرب، قائلا بأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تدرب عناصر تخريبية وتهدف إلى عرقلة استقرار إثيوبيا الديمقراطية منذ عام 2018، وأنه وعملا بنصوص الدستور أعطى الأوامر لقواته المسلحة لتصحيح هذا الوضع. تداولت وسائل الإعلام العالمية خبر توصل شركتا فايزر وبيونتك الأمريكيتين لقاحا مضادا لفيروس كورونا بنسبة فعالية بلغت 90% بعد تجربته على حوالي 43,500 شخص في 6 دول مختلفة. ويخطط مطورو اللقاح الحصول على ترخيص لإنتاجه بحلول نهاية الشهر الجاري. ويسود الأمل في أن وجود لقاح قد يعيد الحياة إلى طبيعتها بعد القيود التي فرضتها العديد من البلدان على الحركة. ويعتبر هذا اللقاح هو اللقاح المتقدم من بين 10 لقاحات تحت التجربة تقوم بها شركات ألمانية وفرنسية وبريطانية وأمريكية وروسية وصينية. ومن المؤمل حسب ما ذكر القائمون على هذا الأمر أن تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول شهر مارس المقبل بعد استخدام اللقاح على مستوى دولي واسع. فازت رواية الروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن الجنغو مسامير الأرض بجائزة الرواية العربية المترجمة إلى اللغة الفرنسية، وهي جائزة يمنحها معهد العالم العربي في باريس. وتأسست الجائزة في عام 2013 بالتعاون مع مؤسسة جان لوك لاجاردير. وعبد العزيز بركة ساكن هو روائي سوداني عاش في شرق السودان، وله إلمام كبير بإريتريا وعاداتها وتقاليدها. والجدير بالذكر بأن قيمة الجائزة تبلغ 10,000 يورو، وهي من ترجمة المترجم كازافي لوفان. هذه إذاعة إرنا. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. إليكم حلقة جديدة في برنامج متابعات، وفيها نستعرض بعض الرسائل والبيانات الصادرة من الواجهات السياسية الإريترية والمنظمات الحقوقية التي تعنى بالعدالة،
رسائلها وبياناتها إلى الشعب الإريتري وقوات دفاعه الباسلة بشأن الأحداث العسكرية التي تشهدها إثيوبيا. فأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج متابعات. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أصدر المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي بيانا بشأن اندلاع الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي. قال فيه: تابعنا بكل أسف منذ صباح 4 نوفمبر 2020 ما ورد من بيانات رسمية وتصريحات في وسائل الإعلام الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والحكومات الإقليمية في كل من إقليم تيغراي والأمهرة تشير إلى اندلاع معارك في إقليم تيغراي. نحن في المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي نعبر عن أسفنا البالغ لاندلاع هذه المواجهات العسكرية بين الأشقاء في إثيوبيا في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإثيوبي من آثار جائحة كورونا واجتياح الجراد الصحراوي مساحات شاسعة في المنطقة وإلحاق أضرار بالغة بالمحاصيل الزراعية. إن الشعب الإريتري وقواه السياسية والمدنية المعارضة ظلت تراقب بدقة التطورات السياسية في إثيوبيا وتعقيداتها، وكذلك تدخل نظام إسياس السافر في الشأن الداخلي للجارة الإثيوبية، وظللنا نحذر في الوقت ذاته من آثاره الخطيرة التي يمكن أن تترتب على شعبنا وبلدنا وسيادة إريتريا ووحدة ترابها الوطني جراء هذا المسلك اللامسؤول للنظام الإريتري. إن الحقيقة التي ندركها جميعا والعالم كله هو أن الأوضاع السياسية المتسارعة في إثيوبيا بالتوازي مع عمليات التسليح الجارية لمختلف الجماعات الإثيوبية ستدخل البلاد والمنطقة في صراعات مدمرة. ونود أن نؤكد في هذه السانحة على أن الشعب الإريتري وقواه الوطنية يأسفان على اندلاع المواجهات العسكرية بين الأشقاء في إثيوبيا، والتي نعتقد بأنها ستقف حائلا أمام عملية التنمية والاستقرار في المنطقة، وبغض النظر عن الفترة الزمنية التي قد تستغرقها الحرب الأهلية، فإنها ستتسبب في فقد الأرواح والممتلكات وتهدم البنى التحتية التي يصعب تقديرها وتعويضها بسهولة. كما أن الحرب بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وحكومة إقليم تيغراي ستنعكس مآلاتها السيئة على كل الشعوب الإثيوبية وعلى كافة شعوب المنطقة. وقبل أن تقضي هذه الحرب على حياة عشرات الآلاف من الأبرياء وتتوسع في أراضي إقليمي تيغراي والأمهرة وتلحق بها أقاليم إثيوبية أخرى، ندعو الطرفين إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس ووقف العدائيات والحروب وتغليب منطق الحوار والدخول في أسرع وقت ممكن في محادثات سلام من أجل حل الخلافات بينهما وتجنيب الشعب الإثيوبي والمنطقة مزالق هذه الحرب. كما ندعو الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي بزيادة مساعيهما لوقف هذه الحرب وحل الخلاف بين الطرفين بالطرق السلمية. إننا في المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي وكافة المناضلين الإريتريين من أجل العدالة سنظل نشجع وندعم كافة المساعي الحميدة لإنهاء الصراع المسلح الدائر في المنطقة، وندعوهم كذلك إلى الجنوح نحو السلم. ومن بين أهم الموارد التي لا نود تجاوزها هنا هو الإشارة إلى أن النظام الدكتاتوري في إريتريا لديه صلة قوية بما يجري بين الطرفين من تصعيد، وهناك احتمالات كبيرة بأن تشكل الأراضي الإريترية كالمعتاد منطلقا لهذه الحرب. وبالتالي الآن أيضا فإن بلادنا قد تدفع ثمنا باهظا في حرب ليس لها دخلا فيه. لذا فإن المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي يدعو قوات الدفاع الإريترية إلى عدم التورط في معركة لا تعنيها، ورفض توجيهات النظام الدكتاتوري الساعي لتوريط الجيش الإريتري في معركة غير معركته وفي أرض وقضية لا دخل له فيها. وإن كانت هنالك دواعي للتدخل فينبغي أن تكون لحقن الدماء وليس لإراقتها. ويكفي شعبنا الإريتري ما خسره حتى الآن في حروب للنظام البائس العبثية. ونناشد بالتالي في ظل هذا الواقع كل المنظمات الدولية المعنية والحكومة الفيدرالية الإثيوبية حتى لا يكونوا ضحايا آلية وحكومة إقليم تيغراي حماية الإريتريين وترحيلهم إلى مناطق أكثر أمنا وتطورا لهذا الصراع
المحتمل بين الطرفين. المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. هذه إذاعة إرنا. أعزائي المستمعين، لازلتم مع إذاعة إرنا الدولية في باريس، ونقدم لكم الآن بيان الحركة المتحدة للإريتريين الأستراليين للعدالة. جاء فيه ما يلي: نداء من أجل السلام في إثيوبيا والقرن الإفريقي. نحن أعضاء الحركة المتحدة للإريتريين الأستراليين للعدالة نعرب عن صدمتنا إزاء التطورات الأخيرة المقلقة في القرن الإفريقي، ولا سيما في إثيوبيا، ونشعر بالحزن عندما علمنا أنه واعتبارا من 4 نوفمبر بتصاعد الصراع السياسي في إثيوبيا إلى حرب مفتوحة بين الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا وحكومة إقليم تيغراي، وقد جاء ذلك على الرغم من الدعوات العديدة للسلام من قبل الجميع من الأفراد المعنيين والمنظمات المدنية والوكالات الدولية والأحزاب السياسية داخل إثيوبيا وخارجها. إننا نشعر بقلق عميق من أن هذا سيؤدي إلى خسائر في الأرواح ودمار لا داعي له في منطقة شهدت بالفعل عقودا من الصراع والجفاف والفقر، كما نستشعر بقلق عميق من أن الأعمال العدائية للرئيس الإريتري تساهم في تأجيج الحالة الخطيرة في إثيوبيا، وقد يؤدي سلوكه المشوش وأفعاله المتهورة إلى جر إريتريا إلى هذا الصراع المأساوي، مما قد يؤدي إلى نشوب صراع إقليمي يذكرنا بالحرب الحدودية 98-2000 بين إريتريا وإثيوبيا، التي راح ضحيتها أكثر من 100,000 شخص وتشريد مئات الآلاف. لا تستطيع هذه المنطقة تحمل المزيد من إراقة الدماء، ومع ذلك فإن الأزمة السياسية في إثيوبيا تتصاعد، خاصة مع قيام الرئيس الإريتري بإضافة الوقود إلى الوضع المضطرب أصلا، وهذا واضح نظرا لما يلي. أولا، أعلن الرئيس الإريتري صراحة في مقابلة تلفزيونية سابقة أنه لن يجلس مكتوف الأيدي تجاه الأوضاع في إثيوبيا، مؤكدا أنه سيعمل بنشاط للتأثير على التطورات في إثيوبيا. ثانيا، لقد انحاز الرئيس بالفعل إلى جانب في هذا الصراع، كما يتضح من خطابه الاستفزازي والعلاقة المميزة مع رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد التي تفتقر إلى الشفافية. ثالثا، على الرغم من إعلانه في عام 2018 أن مشكلة الحدود لا تعد له مهمة بالنسبة أي لنظامه، فقد أعاد الرئيس مؤخرا قضية الأراضي المحتلة لتبرير تدخله في الصراع الداخلي لدولة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أكثر من عامين لم يبدي الرئيس إسياس ورئيس الوزراء دكتور أبي أي اهتمام بتنفيذ نتيجة اتفاق الجزائر الذي منح منطقة بادمة لصالح إريتريا، تلك المنطقة التي كانت نقطة الاشتعال في الحرب الحدودية في الفترة من عام 98 إلى عام 2000. في الأيام الأخيرة كانت هناك تحركات كبيرة للقوات داخل إريتريا، يشمل ذلك حشد خريجي المدارس الثانوية والجامعات الجدد في معسكرات عسكرية خلال الفترة الماضية، وعمليات جمع ضخمة من المجندين الآخرين. لذا فإننا ندعو إلى ما يلي: أولا، نناشد أن يوجه المجتمع الدولي والحكومة الأسترالية على وجه الخصوص رسالة واضحة إلى الرئيس الإريتري لوقف التدخل في صراع قد يجر إريتريا إلى حرب أخرى. ثانيا، ندعو جميع الإريتريين داخل إريتريا والمهجر أن يرفضوا ويعبروا بصوت عال عن عدم موافقتهم في توريط إريتريا في هذه الحرب بأي شكل من الأشكال. لقد عانى الشعب الإريتري بما فيه الكفاية بسبب الحكم الدكتاتوري والحروب غير الضرورية. ثالثا، نناشد قوات الدفاع الإريترية أن ترفض جميع أوامر الحكومة الإريترية بالتورط في هذا الصراع. إن الصراع الإثيوبي الحالي مأساوي، وهو شأن داخلي لدولة ذات سيادة، لا ينبغي لإريتريا أن تنحاز إلى أي طرف أو تتدخل فيه. إن الصراع في إثيوبيا قد يتطور ويعمل على زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي بأكملها، لذا نأمل من الطرفين أن يتحليا بضبط النفس وإيقاف الأعمال العدائية بينهما،
وأن يعملا على تهدئة الوضع المتوتر وحل خلافاتهما بالطرق السلمية. وأخيرا نحث الحكومة الإريترية بقوة على الامتناع عن التدخل في الصراع الداخلي الإثيوبي من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة صادر عن الحركة المتحدة للإريتريين الأستراليين للعدالة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم آنساتي سيداتي سادتي مع إذاعة إرينا الدولية وحلقة في برنامج متابعات، ونتابع ما تشهده إثيوبيا وبيانات ونداءات الأحزاب والمنظمات الإريترية بشأن تلك الأوضاع. وفي رسالة مفتوحة من الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية موجهة إلى الشعب الإريتري الأبي ودول الجوار شعوبا وحكومات وأقاليم، أوردت فيه الحركة النقاط التالية: أولا، نتوجه إلى شعبنا في الداخل للوقوف في وجه الطاغية الحاكم بأمر نفسه والعمل على تثنيه من الاصطفاف مع طرف ضد آخر في الصراع الداخلي الإثيوبي خصوصا، ورفع يده من التدخل في شؤون دول الجوار وشعوبها عموما، وذلك حتى لا يكون شعبنا جزءا من محرقة صراعات المنطقة، وحتى لا تكون إريتريا عرضة لطمع الطامعين المتربصين بسيادتها واستقلالها الوطني. ثانيا، كما نتوجه بالنداء إلى جيش الدفاع الوطني الإريتري وكافة منتسبي القوات المسلحة بعدم الدخول في حروب النظام العبثية ورفض التدخل في الصراع الإثيوبي والمرابطة فقط على الحدود الإريترية للتصدي لكل من يحاول التعدي على إريتريا والمساس بسيادتها أرضا وبحرا وجوا وعدم السماح بتجاوز تلك الحدود. ثالثا، نحذر الأطراف الإثيوبية المتصارعة بعدم زج إريتريا وشعبها في صراعاتها الداخلية، كما نود أن نبين للطامعين منهم على أرض إريتريا وبحرها بأن لإريتريا شعبا يحميها، وأن الإريتريين جميعا أيا كانت خلافاتهم يقفون صفا واحدا حينما يتعرض وطنهم للاعتداء. رابعا، وعلى صعيد قوى التغيير الديمقراطي المعارضة الإريترية نتوجه إليهم كافة وبشتى توجهاتهم بالنداء الصادق للابتعاد تماما عن الانغماس في الصراع الإثيوبي وعدم الاصطفاف مع أي طرف من أطراف الصراع ضد الآخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجنب عقلية عدوك صديقك. خامسا، إن إسقاط نظام السياس أو تغييره أو الإبقاء عليه ليست قضية إثيوبية البتة، بل هي مهمة حصرية للشعب الإريتري الذي لا يسمح للغير أن يختار له نظاما يحكمه. ويقينا منا بأن دخول قوات أجنبية إثيوبية منها بالذات تحت أي حجج ومبررات باسم المعارضة الإريترية سوف لن يمر أبدا، وسوف يدخل إريتريا وشعبها في مستقبل مظلم مجهول. لهذا ننوه بقوة أن أولئك النفر من المعارضة الذين نراهم يراهنون على طرف من أطراف الصراع الإثيوبي لشن حرب على إريتريا لإسقاط النظام القائم فيها فهم واهمون، وحتما سيرتكبون بهذا خيانة وطنية لن يرحمهم فيها شعبنا الإريتري المناضل من العقاب باعتبارهم خونة. كما أن التاريخ يذكرنا بأن العملاء مهما وصلوا فإنهم أسرى أولياء نعمتهم. وعليه ندعو كافة تنظيماتنا التنظيمات والنشطاء أي نشطاء قوى المعارضة الإريترية تحديد موقفها الوطني والانحياز للوطن وحده ولسيادته ووحدته، والوقوف موقف الحياد بعيدا عن الصراعات الإثيوبية الداخلية. سادسا، وفي نفس الوقت نتوجه بالنداء إلى إخوتنا الإثيوبيين كافة وإلى كل الأطراف المتصارعة على السلطة فيها إلى إعمال العقل والمنطق والتوقف فورا عن الاحتكام للسلاح وعدم الدخول في حروب لا يستفيد منها أحد، وحل جميع المنازعات بالجلوس
إلى مائدة الحوار للوصول إلى مخرجات لا غالب فيها ولا مغلوب تحفظ مكتسبات شعوب إثيوبيا الثورية في السلام والوحدة والتنمية. سابعا، وفي السودان أننا لا نشك بأن القوى السياسية الحية كانت دائما بحاجة أو بجانب الثورة الإريترية والشعب الإريتري الذي تربطه بالشعب السوداني وشائج الأخوة والثقافة والنسب، والتي تعززت إبان مرحلة التحرير في إريتريا وتوطدت خلال العيش المشترك. وأننا باعتبارنا طلاب تغيير ديمقراطي في بلادنا فإننا نقف مع خيارات الشعب السوداني الثائر ضد الدكتاتورية والفساد والتهميش والإقصاء. انطلاقا من موقف التضامن الثوري فإننا نتوجه بالنداء إلى كافة القوى الثورية السودانية بجميع مشاربها بعدم الزج بالمواطن الإريتري المتواجد على الأراضي السودانية في الصراع الدائر في شرق السودان وصون دمه وماله وكرامته الإنسانية. وإننا لا نشك بأن تلك الصراعات لا تشبه الشعب السوداني وهي من صنع عملاء النظام الإريتري وقوى الثورة المضادة المحلية وأولئك الذين تضررت مصالحهم بقيام الثورة والمستفيدين السابقين. وختاما، نتمنى أن يعم السلام ربوع منطقتنا حتى يستقر إنسان هذه المنطقة ويتفرغ للقضاء على محاربة العدو المشترك الفقر والجهل والمرض، ولكي يسود السلام والديمقراطية والحكم الرشيد، مما سيفتح أبواب السلام والتكامل الاقتصادي بين شعوبنا ويعم الرخاء أرجاء إقليمنا والمنطقة. 5 نوفمبر 2020، الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية. هذه إذاعة إرنا. مستمعينا الأعزاء، كنتم مع برنامج متابعات فيه رصدنا لبعض الرسائل والبيانات الصادرة من الأحزاب والمنظمات الإريترية بشأن المواجهات العسكرية بين القوى الإثيوبية. تحياتنا لكم وإلى لقاء. تقبلوا تحيات محدثكم ومقدم البيانات أحمد شريف برفقة زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون في الهندسة والإخراج والإشراف العام. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. رئيس الوزراء الإثيوبي يجري تعديلات وزارية مهمة في حكومته. في خضم الحرب التي يشنها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ضد ما سماه بجماعة تجراي الخارجة عن القانون، أجرى تعديلات وزارية مهمة قام بموجبها بتعيين نائب رئيس هيئة الأركان برهان جلة في منصب القائد العام لأركان الجيش الإثيوبي بدلا من الجنرال آدم محمد. كما عين نائب رئيس الوزراء دمقي مكنن وزيرا للخارجية خلفا لجيدو أندركاشو. وأخيرا تم تعيين حاكم إقليم الأمهار تمسجن ترهوني كرئيس لجهاز الأمن والاستخبارات. تطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا. تداولت وسائل الإعلام العالمية خبر توصل شركتا فايزر وبيونتك الأمريكيتين لقاحا مضادا لفيروس كورونا بنسبة فعالية بلغت 90%، وذلك بعد تجربته على حوالي 43,500 شخص في 6 دول مختلفة. ويخطط مطور اللقاح الحصول على ترخيص لإنتاجه بحلول نهاية الشهر الجاري. ويسود الأمل في أن وجود لقاح قد يعيد الحياة إلى طبيعتها بعد القيود التي فرضتها العديد من البلدان على الحركة. ويعتبر هذا اللقاح هو اللقاح المتقدم من بين 10 لقاحات تحت التجربة تقوم بها شركات ألمانية وفرنسية وبريطانية وأمريكية وروسية وصينية. رواية للروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن تفوز بجائزة الرواية العربية المترجمة إلى اللغة الفرنسية. فازت رواية الروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن الجنغو مسامير الأرض بجائزة الرواية العربية المترجمة إلى اللغة الفرنسية، وهي جائزة يمنحها معهد العالم العربي في باريس. وتأسست الجائزة في عام 2013 بالتعاون مع مؤسسة جان لوك لاغارديير،
وعبد العزيز بركة ساكن روائي سوداني عاش في شرق السودان وله إلمام كبير بإريتريا وعاداتها وتقاليدها، وتبلغ قيمة الجائزة 10,000 يورو، وهي من ترجمة المترجم الشهير كازافي لوفان. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات مستمعي الكرام إلى موجز لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبهذا الموجز نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة أرينا. تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتح عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة أرينا.